طيب سؤال، ليه الاركسورات تفوقوا؟ اولا عندهم جماجم خفيفه واحيانا فتحات للعضلات، حركه ذكيه. ثانيا رجلين طويله، يعني جري اسرع وهروب اسهل، واللي سبق اكل النبأ. فهم استغلوا ان الارض فاضيه وبداوا يتكاثروا ويطوروا نفسهم قبل اي حد تاني. يعني باختصار الاركسورات كانوا اول شله زواحف قالت احنا هنمسك الكوكب ده من قفاه، وبداوا يبنوا على خراب البروج ويحطوا الاساس لعصر الديناصورات، ودي كانت البدايه. بس في حين ان بعض الزواحف قرروا يبنوا امبراطوريتهم على الارض، في شويه مغامرين قالوا طب ليه ما نجربش نرجع البحر؟ ومن الزواحف اللي سيطرت على الارض نروح للي غاصوا في الاعماق، الزواحف البحريه اللي قلبت المحيطات لصاله العاب مائيه مفتوحه، الاكثيوسورات والبليزيوسورات. عارفين اللي بيقولوا اللي مش عاجبه يشرب من البحر؟ ده بالظبط اللي عملته الزواحف في الترياسي. البر فاضي اتخانقوا عليه، المحيط مفتوح وما فيهوش كائنات ضخمه بتحكمه، فمجموعه منهم قالت يلا بينا نغوص وناخد اللي ليه. وتعالوا نبدا بالتعريفات. الاكثيوسورس، الاكثيوسورات يعني سحالي السمك، زواحف بحريه شكلها شبه الدلافين، بس لو شافها الدولفين النهارده هيعيط من الرعب. والبليزيوسورس، البليزيوسورات زواحف برقبه طويله او قصيره حسب النوع، واجنحه زي المقاديف، وكانت من اشرس المفترسين في بحار الترياسي. طيب ازاي بداوا؟ الزواحف دي اصلها من البر، بس واضح ان هم زهقوا، فواحده واحده بداوا يتاقلموا مع الحياه البحريه. اطرافهم اتحولت لزعانف، وجسمهم بقى اكتر انسيابيه، وبقوا يتنفسوا هواء بس يعيشوا في البحر، زي العيله اللي راحت الساحل وقررت ما ترجعش.